شوية مصطلحات مهم جدا انك تعرفها لو شغال في شركة انترناشنال او بتتعامل بالانجلش اكتر الوقت. لو انت بتطلب من زميلك مثلا انكم تخرجوا بعد الشغل ولقيته بيقولك sorry I'm flat out، ده معناه انه مشغول جدا لدرجة انه مش قادر يرتاح خالص. For example, I've been flat out all week. I'm exhausted. قاعدين في ميتنج وبتتكلم ومركز جدا وجه حد قطعك في الكلام، دي بتكون حركة مستفزة جدا. ده مصطلح اسمه train of thought. For example, I've lost my train of thought. What was I talking about? في أي شركة بيكونوا طالبين طوال الوقت إنك تنمي مهاراتك سواء في اللغة أو مهارات تانية. ممكن نستخدم وقتها مصطلح brush up on. ده معناه إنك شغال على تحسين مهارة معينة عندك. For example, I'm brushing up on my English because I've got a business trip in September. يعني أنا لازم أحسن لغتي في الإنجليزي علشان أنا عندي رحلة عمل في شهر سبتمبر، ودي طبعا ما ينفعش أي حد يفوتها. اكتب لنا كومنت لو في مصطلح سمعته قبل كده في شركتك وما كنتش فاهمه، واعمل سيف للفيديو عشان ترجع له تاني.